السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب تكونون زينين. كل عام وانتم بخير ان شاء الله، رب صحة وعافية وسلامة للجميع. طبعا اليوم راح اسوي لكم الكليتش العراقية الأصيلة. راح اقول لكم اياها بالكيلوات. يعني هنا راح اسوي تقريبا سويت كيلو طحين. الكيلو طحين انا قست يعني بهذا القلاص اللي عندي تقريبا 7 قلاصات. بنات كيلو الطحين ياخذ تقريبا نص كيلو دهن، ولازم يكون الدهن بارد مو حار. يعني ضروري يكون الدهن بارد. ليش؟ على مود ما يسومر الكليتشة. وإذا تحبون تضيفون الزبد بمكان الدهن عادي يعني بعد كلكم شنو، كل من ورغبته. هنا ضفت تقريبا خاشوقتين أو ملعقتين من الشكر، وراح أضيف هنا ملعقتين من البيكنج باودر، وراح أضيف هيل مطحون شوية، وطبعا ضفت ملح بس يمكن ما مصورة، مهم ملح شوية يعني رشة. فهذا راح حسب العجانة واعجنها لحد ما كلها تتلابس هاي المواد. وبعدين ابدي اضيف المي لها شويه شويه. بعد شلون شكلها صارت مثل الرمل، يعني هي هاي التوب. فبنات كميه المي نص كميه الدهن. فهنا راح اضيف شويه شويه مي لحد ما اشوف العجينه شكلها. هذا شكلها طبعا تجنن، هشه وطعمها مستحيل تقاومونه. اعتمدوا هاي الطريقه مالتي وراح كلش راح تعجبكم. طبعا كنتها يعني العجينه تتخمر تقريبا نص ساعه 3-4 ساعه بين ما سويت الحشوه. هنا ضفت دهن حار، طبعا سويت الحشوة بالدهن حار، وخليت هذا السمسم وشوية شوغر تمر ماي. بعدين عجنت بيه هذا التمر، طبعا التمر مفلس. وهنا راح أضيف شوية رشة هيل يعطي طعم كلش طيب ويا التمر، ونعجنها عجن زين حتى شنو يصير التمر لين، وبالكليتش يصير يعني طيب. هسه هنا كملت أنا الكمية هاي، راح أبدأ بكمية ثانية لأن سويتها 2. هنا رماتين ضفت الدهن حر. إذا ما تريدون تضيفون دهن حر ضيفوا دهن عادي أو زبد أو زيت عادي لأن هي حشوة. فهنا خليت شو اسمه هذا مبروش. فشوية هماتين شوكرته، وضفت كمية التمر، وهماتي راح أضيف شوية هيل، وأبدأ أعجنها زين لحد ما تصير لين العجينة. حتى قلت لكم ما تشتعل القلب يعني باللف، ومن تاكلوها التمر يكون لين. هنا بعد ما كملتها طبعا انا هنا هذا عندي حلقوم همتين هيك سويته بهاي الطريقه. بنات هاي الطريقه اسهل واسرع، يعني احسن ما تظلين شوي منها تمر وهذا. فسويها بهاي الطريقه، يعني هيك دعك التمر حتى يكون شغله سريعه وسهله وما تشلع قلبك وما تاخذ وقت من عندك. فانا عندي هنا سويتها العفو بس حلقوم وتمر، يعني خليت له مثل ما شفتوا سمسم نوعيه ونوعيه مبروش، وهذا شكله بعد ما يعني كورته. وطبعا بالبيت انا عندي ما يحبون يعني لا وياها يعني لا كليشة السمسم ولا المبروش، يعني وحدهن يحبوها بس تمر والحلقوم. واغلبيه يعني اغلبيه الناس تحب التمر والحلقوم، يعني السمسم وهاي قليل نادرا ما، فما حبيت اسويها. فحبيت بس اضيف هاي الشغلتين. بعد بكيفكم. شوفوا بنات العجينه تجنن تجنن، يعجبك يعني بس تلفينها. فهنا هسه راح ابدي بقى شلون بسرعه تنفتح. طبعا هشه كلش هشه العجينه، ونهائيا متى بس. طبعا راح اكور وياكم يعني كم وحده، وبعدين اكملها وارجع، حتى الفيديو ما يصير طويل عليكم لان تعرفون بعد الطريقه. بس يعني اهم شيء نعطيكم مقادير المقادير، وبعد انتم كيفكم يعني شلون تسوونها، شلون تكوروا بعد يعني التمر شلون يعني هيك يكون حلو ما ياخرج بسرعه تكملينها. هنا هسه راح ابدي حلف يعني وياكم كم وحده قلت لكم، وبعدين ارجع لكم. هسه راح ابدي اسوي لكم شكل الورده، الكليتش الورده. طبعا بنات هاي السكينه انا قالبتها، يعني مو قالبتها يعني حتى ما تجرح، لين تعرفون بعد احنا لازم شغلنا كله على السرعه، ما نشتغل يعني على كيف، لازم حتى شنو بساعه نخلص. فهسه راح ابدي اسوي وياكم شكل الورده مثل ما شفتوا. طبعا كل سهله وشكلها حلو، ويعني حتى من تشتغلينها سويت واهس يعني. فانتوا بعد بكيفكم، اذا تريدوا تسويها بالقالب تسوون يعني الاشكال والطبع كله بعد انتوا على ذوقكم. فهنا راح ابدا اسوي وياكم الثانيه. هاي بالحلقوم. وبنات ترى انهم ارجع مره ثانيه اقول لكم ترى السكينه هاي قالبتها يعني، انتوا ديروا بالكم. فهسه راح ابدي اكملها، نشوف باقي التفاصيل وشلون يكون شكلها. طبعا بنات هسه راح اسوي وياكم شكل الضفيره. هنا نختار نفس القياس يعني للتكويره مالتهن. وهسه راح تشوفون الطريقه بنات كلش سهله، وهم تعطي شكل كلش حلو.
هنا بعد ما كملتها راح ابدي امسح الوجه مالتها بالبيض. طبعا بنات ناخذ بس الصفار مالت البيض بدون الزلال، لان الزلال يسوي زفرة، فناخذ بس الصفار. اذا تحبون تضيفون شوية حليب او نسكافيه او قهوة كيفكم، بس ما يحتاج يعني بس الصفار، ومجرد يعني نطرقها زين ونمسح بيها وجه الكليجة. وها هي، ويطلع شكلها ان شاء الله راح يعجبكم. والطعم ما اوصف لكم اياه، اتمنى تجربونها وتعطون رايكم بيها. طبعا هذا شكلها بعد الشوي، والهشاشة مالتها جدا جدا راقية، ان شاء الله تعجبكم. ولا تنسون بنات من تنطونا لايك، وان شاء الله نستمر وياكم. وهذا شكلها طبعا بنات هشة، ايش قد ما تخلونها لو تبقى عندكم شهر ما عليها اي شيء، وما تخرب وما تيبس نهائيا. شوفوها شلون. طبعا بعدها هنا كلش حارة، حبيت اشوفكم الهشاشة مالتها. وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو اليوم والوصفة، والتقيكم عن قريب ومع الف سلامة.